موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب فيديو منسوب لبلوجر حبيبة رضا مع شهاب الدين. الفيديو انتشر بسرعة على تيك توك وإكس، والناس بدأت تتكلم والتعليقات تتضاعف، وكلمة حبيبة رضا فيديو تصدرت البحث على جوجل خلال ساعات قليلة. ومع كل إعادة نشر كان الجدل يكبر. بعض المتابعين أكدوا صحة الفيديو، والبعض الآخر شافه مجرد مفبرك ومصنوع لإثارة الضجة. لحد دلوقتي حبيبة رضا ما خرجتش بأي بيان رسمي أو فيديو توضح فيه الحقيقة. اكتفت بالظهور بصورة طبيعية على حساباتها في تيك توك وإنستجرام، ووصلت نشر محتوى يومي كالمعتاد من غير أي تعليق على الفيديو. وده خلى البعض يشوف صمتها كطريقة لتجاوز الأزمة من غير الاعتراف بيها، والبعض الآخر اعتبروا دليل على عدم صحة الفيديو. وحبيبة رضا اختارت تجاهل الشائعة علشان ما تعطيهاش أهمية أكبر. الجمهور اتقسم بين مؤيدين بيركزوا على انتظار تصحيح رسمي قبل إصدار الأحكام، وفئة تانية شافت تداول الفيديو تعدي على الخصوصية حتى لو صحيح، وطالبوا بحذفه وعدم مشاركته. وفئة تالتة قالت ده جزء من صناعة الترند على السوشيال ميديا، أي فيديو أو صورة ممكن يتضخم ويبقى ترند بسرعة بغض النظر عن صحته. وخبراء المحتوى الرقمي قالوا إن موقف حبيبة رضا واعي ومحسوب لتفادي تغذية الضجة، لأن أي رد مباشر ممكن يزود انتشار الفيديو، والتجاهل استراتيجي لو مفيش دلائل واضحة أو رغبة في الدخول في نقاشات غير مفيدة. والجدل مستمر على منصات مختلفة، وكل ساعة بتمضي من غير تعليق منها الجمهور يزداد فضوله، وتفسيرات المتابعين تتضاعف سواء مؤيدين أو منتقدين. ورغم تصدر فيديو حبيبة رضا محركات البحث، الحقيقة لسه غير مؤكدة. لحد دلوقتي مفيش توضيح رسمي ولا بيان من أي جهة